السلام عليكم حبايب. نقطة مهمة أريدك تكمل الفيديو للأخير. الموضوع اللي هو طيري مريض. أخي العزيز، أختي العزيزة، ماكو داعي اليوم الطير مالتكم مريض وتروح تسأل أبو محتوى. حتى لو أنا من ضمن أني صاحبين المحتوى راح تقول لي ليش قلبي أنت. أنا أبسط شي دا أشوف هسه البارحة منشور على التواصل الاجتماعي، واحد الطير مالته منزله نافق نفسه. هذا اللي يقول له خلي له ثوم، هذا اللي يقول له خلي له نشا بالمي، هذا اللي يخلي له فزر قرط، وهذا ما اعرف شنو خلي له. فهذا كله مو صح حبايب، كلها راح تصير فلاسفة وكلها راح تصير دكاترة، وبالاخير راح تسوي الطير اللي عندك انت شنو حقل مال تجارب، وبعدين ينتقل الى جوار ربه. وها الطير اللي عندي اني شو اسمه. فانت تختصرها اخي العزيز، الطير اللي عندك انت مريض زين، ولنفرض صاحب المحتوى هو دكتور بيطري، فمن المفروض راح يقول لك يا بجيب للطير اللي عندك المريض اشخصه حتى انطيه علاج، لانه تشخيص المرض هو شنو نصف العلاج. فهي بالاونه الاخيره هسه صايره ما شاء الله كثره المحتوى مال البلابل بالتيك توك، وكل من صاير دكتور وكل من يسولف بالامراض بكيفه. جماعه الثوم طبعا هو مو مسألة أنا أقول جماعة الثوم يعني الثوم بيه خلل مثلا البلابل، لا، بس طير اليوم أنا شنو مرضه ما أدري. الطير هل لي هو بيه سالمونيلا، هل الطير اللي عندي بيه كنكر، هل الطير اللي عندي بيه التهاب بالأمعاء، هل الطير اللي عندي مضروب فاش، هل الطير اللي عندي هواية أمراض تصيب البلابل. فما ترهم يعني اليوم أني والله راسي يوجعني، أنا راسي يوجعني أطيب راسي توز يعني ما أدري. كان عندي هبوط بالضغط، الضغط عندي صاعد، عندي شقيقة، عندي صخام. فيا حبايب الطير اللي عندكم ودوه للدكتور البيطري. نرجع ونقول ودوه للدكتور البيطري. تحياتي للجميع، أخوكم